السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني، بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات، والنهارده راجعه لكم بقى بفيديو جديد بمناسبة بقى الشتاء وكده اهوت، وحاجة كده نعمل حاجة كده تدفينا. عملنا النهارده كده المحشي. بسم الله، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وعملت محشي ورق عنب، والمخلل دوت انا اللي عاملاه بردك في البيت. وتعالوا يلا بقى نشوفوا الفيديو هنعمل الأكلة الجميلة دي ازاي. لايك بقى واشتراك في القناة واشتراك في الصفحة، صفحة أميرة مجدي. السلام عليكم ورحمة الله وشتاء، وقلنا نعمله بقى كده حاجة تدفينا. فقلت بقى ايه لما اعمل كده ايه شوية محشي كده كرنب كده اهوت يدفونا في الجو الساقع الشتاء اللي احنا فيه ده. انا جبت هنا بصلتين كبار وخرطتهم وحطيتهم في الكبة. هنا بقى جبت الحلة، نزلت بالبصلة كده. هنا بقى اشوح البصلة، معلقة سمنة زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. هنا نزلت بمعلقة سمنة كبيرة، وهنزل بحبة زيت عشان يبقى الرز مفلفل بتاع المحشي مبقاش معجن. وهقلب بس كده ايه، اشوحها لغاية بس ايه ما ريحتها بس تطلع. احنا مش بنحمره، احنا بنشوحوها كده بس لغاية السمنة والبصل يبقوا مع بعض كده اهوت، لغاية البصلة ما تطلع لها ريحة. هنا بقى بعد ما البصلة بقت بالشكل ده كده، هنزل بالطماطم. نزودي الطماطم على قد ما تقدري بالشكل ده كده. وزودي معلقة صلصة، ودي اختياري مش إجباري. هنا بقى هعمل احط رشة سكر لا تذكر، هي أصلا ما بيبقاش فيها طعم، بس دوت عشان الحموضة. هنا بقى حطيت معلقة كبيرة ملح، نص معلقة كزبرة، ربع معلقة سبع بهارات. وهسيب بقى كل ده ايه كده يتسبك مع بعض. الخضرة بقى لما التسبيكة دي تتسبك نبقى نحط الخضرة. نزود كمون، نقلب كل ده. عندك نعناع زودي، النعناع برضك بيعزز طعم المحشي، وده سر من أسرار المحشي. النعناع بيخلي طعمه بيوديه في حتة تانية خالص. بس للأسف خلاص من عندي. والرز هنا بقى مغسول وصفيته، هنزل بقى عليه بقى بعد ما التسبيكة اتسبكت. هنقلب بقى الرز كده في قلب التسبيكة، كله يتشرب بقى في قلب بعضه. شايفين الجمال والحمار؟ اللهم بارك. هو المحشي عبارة عن طماطم وخضرة. هنا بقى معايا خضرة محشي مفرزاها، بجيبها بغسلها وبصفيها من المية وبحطها في الفريزر، بتقعد معاكي فترة طويلة بالشكل ده كده. حطه بقى كده يفك كده في السخونية، كل حاجة كده تبقى حاجتك موجودة عندك كده. خلطة المحشي بتكون اتسبكت معانا وكده جاهزة خلاص. هنسيبوها بقى تبرد عشان ايه نبدأ بقى نلف الورق ونعمل المحشي. بقى معايا كرنب انا مفرزاه وحطاه كده اهوت على الاستخدام على طول. والخلطة المحشي هي والرز برد، لازم يبقى بارد ما تبقى سخنة. هنبدأ بقى نشتغل على طول كده اهو. وهنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم هناخده كده حبة، والتقطيع على حسب بقى بتحبيه كبير بتحبيه صغير، على حسب التقطيع. وانا بعد كده هعمل لكم فيديو واحنا بنسلقه بنقطعه ازاي يبقى الصبع بالشكل ده. نحط بقى هلا نعمل واحدة كمان كده اهوت بالمنظر ده كده. مفيش اسهل من كده، طول ما انت مجهزة حاجتك ما بياخدش معاكي حتى 10 دقايق في لفه.
وهنا كده بعد ما خلصت المحشي، شايفين شكله اللهم بارك. نحط بقى معلقة سمنة على وشه ونغطيه ونسيبه بقى يستوى براحته. وهنا بعد ما حطيت السمنة أنا بسويه منه فيه، عندك شوربة حطي ودي حاجة حسب الرغبة. أنا بسويه منه فيه بمعلقة سمنة على الوش كده وبسيبه براحته خالص، بوطي عليه النار واسيبه وهنا فضل معايا رز خلطة، رحت عاملة شوية ورق عنب برضه كنت مخزناه، بألف هنا وشفا على عيني. متنسوش بقى تدعموني باللايك والشير. في تكاية بقى أنا بعملها كده بعد المحشي ما بيستوى، بروح جايبة قرن فلفل كده غسلاه بسمنة واروح نازلة بيها كده اهوت. أول بقى ما يتحمر بقى قرن الفلفل كده اروح نازلة عليه على وش المحشي واروح قافلة الغطا، يتشرب بقى ايه كده طعمه، بيدي بقى طعم بيوديكي في حتة تانية خالص. بعد بقى ما قليت الفلفل بالشكل ده واخداه بقى كده على وش المحشي بالشكل ده كده، نقفل بقى كده شوية بيبقى طعم وريحة للناس اللي بتحب المحشي الحلو. شايفين المحشي عامل ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك. متنسوش بقى تدعموني باللايك والشير عشان يوصل لكم مني كل جديد. وده بقى ورق العنب، شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين المحشي جميل ومستوي ازاي وما خدش وقت معايا. وبكده يبقى وصلنا لاخر الفيديو. ان عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني باللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.